في مرة من المرات كان في راهب اسمه الأنبا أغاث، حكيت لكم الحكاية دي قبل كده. الأنبا أغاث ده ماشي واخد الأفف من الدير عشان يروح يبيعها في السوق، فمر على مفارق. عارفين مفارق يعني ايه؟ تقاطع، يعني كده يروح دير السريان كده، دير الأنبا بشوي كده، أبو مقر، يعني زي كده مفارق. فلقى واحد مجزوم. عارفين المجزوم ده ايه؟ واحد الغض يعني صوابعه ممكن تكون واقعه، غضروف المناخير يكون واقع، الودان تكون واقعه، يعني ليهم شكل معين كده. مرض الجذام ده مرض صعب قوي، وممكن يكون معدي وممكن ما يكونش معدي. لو معدي وانت لمست مجزوم انت جالك الجذام. فالمجزوم وقف على الارض كده، قال له يا راهب. قال له رايح فين؟ قال له رايح ابيع الأفف. قال له طمم وصيه المسيح ووديني السوق معاك. وديك السوق؟ انا مالي انا يعني، لو معايا عربيه مش هركبك. معايا عربيه وتجيب لي جزام؟ لا يا عم ابعد. فالأنبا أغاث راح شاله في المقاطف وحطه فوق راسه. عارفين يعني ايه شايل بني ادم؟ مش بطيخه 20 30 كيلو، بني ادم يعني بنتكلم على 60 كيلو. وفضل ماشي بيه لغايه لما راح السوق. قال له رايح فين؟ قال له راح ابيع الأفف. قال له طب روح الأفف وتعالى. راح باع الأفف، جاب شويه فلوس دينارات ولا كده بثمن الأفف. فقال له راهب بكم بعت هذه الأفف؟ وانت مالك انت؟ يعني تصوري انا بشغل بتقول لي انت يا ابونا مرتبك كام وبتكسب كام وبتحوش كام؟ اقول لك انت مالك. أنبا أغاث قال له بتسأل ليه؟ قال له عشان انا محتاج الفلوس دي اكتر منك، انت راهب قادر على العمل، انا مجزوم لا استطيع ان اعمل. قال له قلت الحق، وراح اداله كل الفلوس اللي شغال بيها بقاله 15 يوم في الأفف. سلام المسيح قال له انت هتسيبني؟ طبعا ده انت لو قابلك واحد من دول هتمسكه من رقبته، يعني مش ما علينا يعني. قال له انت هتسيبني؟ قال له لا، تشيلني وترجعني تاني مطرح ما سبتني. فشاله وهو ده مطرح ما رجعه. ده احتمال ايه بقى؟ انا افشل فيه. انا من اول مشوار ما كنتش هاخده، او لو هاخده في العربيه قاعد ورا وهنزله، ولو قال لي بعت الأفف بكام هبرق له وامشي. فشوفوا الأنبا أغاث عمل معاه ايه ووصله لغايه مكانه تاني. ويفاجأ ان هذا الرجل المجزوم ملاك الرب يظهر في صوره بهية انه ملاك ويطوبه على احتماله، ويصير الأنبا أغاث باحتماله. الاحتمال له مكافأة، الاحتمال له مكافأة.